تعالوا يا جماعة نبص على نص الكوباية المليان. هو مش نص كوباية قوي، يعني هو حوالي ربعها. ايه المكاسب اللي الاهلي اكتسبها من كاس العالم؟ الاهلي كمشاركة انا بعتبرها مشاركة مش بطال. هو كتاب التاريخ هيذكر ان انت خلصت مركز رابع، جبت نقطتين بس. الغير اهلاوية او الحاقدين على الاهلي هيعتبروا ان هو حصالة. هو حصالة حاجة ما تخصكش. انا ابني جاي جيد وانت ابنك جايب امتياز، انا فرحان بالجيد بتاعك اكتر من الامتياز اللي ابنك جايبه، فبعد اذنك انا فرحان بيه. انا قلت قبل البطولة وقلت تاني وتالت، احنا هدفنا في الكورة او في البطولات دي مش خالص ان احنا ناخد بطولة. احنا مش رايحين ناخد كاس العالم، خلينا واقعيين، لان احنا قيمتنا التسويقية اقل قيمة تسويقية في المجموعة. الفلوس اللي صرفناها عشان نروح كاس العالم مش مليار ولا 2 مليار والكلام اللي انت عمال تقوله ده. الاهلي جاب 5 لعيبة، منهم 2 اعارة اللي هم بيكهام وحمدي فتحي، ولعيب جاي لنا فري من الزمالك اللي هو زيزو، واتنين لعيبه، واحد مدفوع فيه مليون و600 الف بالبونص اللي هو محمد علي بن رمضان، ولعيب مدفوع فيه 3 مليون دولار بالقسط. كل سنه بتدفع مليون، يبقى انت الاهلي دفع تقريبا 2 ونص، 4 ونص، 5 مليون دولار. ده كل اللي الاهلي دفعه عشان يخش البطوله. اقل فلوس هياخدها الاهلي من البطوله كانت 9.5 مليون اللي هي مصاريف المشاركه، يبقى الاهلي اللي دفعه اقل من نص الفلوس اللي جايه له. الاهلي طلع له ب 2 مليون دولار كمان زياده، الحمد لله. تمام. فكتاب التاريخ هيذكر ان الاهلي في مشاركته الاولى في كاس العالم بالنظام الكبير طلع الاخير على مجموعته، ما جابش غير نقطتين. احنا راضيين بكده، وكتاب التاريخ احنا بالنسبه لنا ده حاجه تاريخيه، عشان احنا مستوانا اخرنا افريقي ومحلي بس. احنا افريقيا ومحلي، انما المستوى العالمي بنطلع ناخد الرابع في المجموعه. بغض النظر عن اي حاجه، بغض النظر ان انا الفرق اللي كلها في المجموعه انا كنت الافضل في الماتش، يعني جوه الماتش نفسه. بس التاريخ مش هيذكر الكلام ده، مش هيذكر ان انا قدام انتر ميامي مضيع 4 انفرادات وضربه جزاء، مش هيذكر التاريخ كده. انتر ميامي ده اللي كسب بورتو وكان كسبان بالميراس لحد اخر الماتش. التاريخ مش هيذكر ان انا قدام بالميراس وانا بلعب، بالميراس اللي هو تاني الدوري البرازيلي، غير خطته عشان يعرف يكسبني ولعب زون ديفenس وقعد يدافع قدامي عشان يستنفذ طاقتي عشان يعرف يكسبني في الشوط الثاني. التاريخ مش هيذكر ان انا قدام بورتو جاب 4 تجوان ومضيع 7 والماتش كان ممكن يخلص 10، وان دخل فيه 4 تجوان عشان الحارس بتاعي للاسف ما عندوش ايد، ما بيعرفش يمد ايده. مش هنتكلم بقى، انا زهقت من كتر الكلام على الشناوي الصراحه. هو مشكله الشناوي ان الناس ما بتحبش احمد شوبير. يعني هو مشكله الشناوي او ليه هو بيقف عشان الناس ما بتحبش احمد شوبير بكل هدوء. ففي بعض الناس، انا مش دعوه باللي بيكرهوا الاهلي، اللي بيكرهوا الاهلي بيكرهوا احمد شوبير بالتبعيه، بيعتبروه رمز للاهلي. لكن في اهلاويه بيكرهوا احمد شوبير برضه، ومعتبرين ان هو اتوسط لمصطفى عشان يكمل، مع ان مصطفى مستواه يلعبوا على اي حد. ناس معتبرين بيكرهوا احمد شوبير عشان بيعتبروه دمه تقيل، برضه دي حاجه تخصهم. عشان كده هو مصطفى شوبير ما بيلعبش، هو انسان محترم ومتربي وما بيتكلمش وما بيقولش انا عايز امشي، ما بيقولش انا عايز اي حاجه. هو عايز يبقى زي ابوه ايوب الكره المصريه، هو ايوب الثاني او ابن ايوب يعني. فانا زهقت من الكلام على الشناوي، مش هتكلم عليه كتير، يعني الحمد لله على كل حال. ومش هتكلم على تريزيجيه، لان اللي حصل من تريزيجيه الصراحه في البطوله دي انا كنتش عايز اتكلم، بس اللي حصل من تريزيجيه ده غير مقبول من واحد من كباتن الفريق. تمام. ده كتاب التاريخ. تعال نفتح كتاب الرياضه، كتاب الماس. كتاب الماس ان احنا طلعنا من البطوله دي بحوالي 11.5 مليون يورو، غير طبعا المكاسب الدعائيه اللي انا ما اقدرش اقول لك عليها، لان انت رفعت الايمج بتاع الاهلي. ام بي سي دفعت لك فلوس كويسه عشان تعمل البرنامج الدعائي والقصه دي والاعلانات والتيشيرت، واديداس بتدفع لك فلوس مش زي بقيه الانديه. انت بتدفع فلوس لاديداس او لاي شركه عشان تجيب فلوس، لا اديداس بتدفع لك فلوس عشان تحط تلبس التيشيرت بتاعها. كل دي فلوس مكاسب من البطوله، مش هتقدر تمسكها في ايدك وتقول هي كام. لكن هقول لك ان احنا في كتاب الماس خسرنا ان احنا الحمد لله في ماتش بورتو كان ممكن نجيب مليون يورو زياده، في ماتش انتر ميامي كنا نجيب مليون يورو زياده، وده كان هيكسبنا 7.5 مليون يورو، يعني 9.5 مليون يورو اللي هو باي ذا واي 8 كيلو اللي بيراميدز اشتراه. يعني انت متخيل ان بيراميدز اشترى كيلو في اول سنه بفلوس اللي يكسبها الفريق اللي هيتاهل للدور الثاني في كاس العالم، عشان تعرف ان فعلا ده استثمار، هو بيستثمر وبيكسب فعلا يعني. ما علينا مش هنتكلم على حد. انت معتبر ان الاهلي مشاركه سيئه وعر افريقيا وعر مصر، انت حر. انا فرحان بابني، فرحان بالاهلي، فرحان بلعيبه الاهلي اللي كانوا رجاله ما عدا 3 4 لعيبه مش عايز اتكلم عليهم، لان انا زهقت، مش عايز يعني مش هتكلم عليهم. البطوله كانت كلها مكاسب، انت كسبت مهاجم جامد جدا. لما الاهلي لو الاهلي فكر يبيعه النهارده
هيبيعوا بقد ثمنه 5 6 مرات مينيمم. يعني الاهلي جايبه تقريبا ب 2 مليون يورو، هيبيعوا ب 8 مليون، اقل رقم اتكلم فيه 8 مليون يورو، يعني قد ما ثمنه 4 مرات. عندك محمد علي بن رمضان اللي انت شاري بمليون و600 الف، لو بعته برضه هتبيعه بقد ثمنه 5 6 مرات لو هتبيعه، فادي مكسب اقتصادي. فانت ده مكسب، اكتسبت لعيبه كويسه، اكتسبت لعيبه ان انت عرفت ان هم خلاص ما فيهمش فيهم امل، ما فيش فيهم رجا، فما ينفعش يتكلموا، ما ينفعش يتكلموا، مش هتكلم عليهم. كسبت ان انت عندك عملت ارقام، عملت شويه ارقام كويسه. وسام ابو علي جاب هاتريك، هو حاليا متصدر هداف البطوله، مش اول مره لعيب من الاهلي يبقى هداف كاس العالم. ابو تريك كان هداف كاس العالم 2006، ياسر ابراهيم كان هداف كاس العالم 2023 2023 تقريبا بالجونين، يا جونين بس بايظوي، كان هداف كاس العالم. وسام ابو علي متصدرين الهدافين. اول لعيب اسيوي يجيب هاتريك في تاريخ كاس العالم، اول لعيب في تاريخ الاهلي يجيب هاتريك في تاريخ كاس العالم، اول لعيب يجيب هاتريك في تاريخ اوروبي، ولكن عمل رقم اعظم من كده بكتير جدا. عارفه؟ لا، هو اول لعيب اشوفه في حياتي يجيب جون هيد من عرضيه لمحمد هاني. الحمد لله، محمد هاني اللي عرضيته ما بتوصلش اصلا، الحمد لله جابها بالهيد، فده انجاز ورقم تاريخي. الف مبروك للاهلي، الاهلي عمل شكل كويس في البطوله، كان معقول، كانت الدنيا كويسه، ما اقدرش، كان نفسنا في اكتر. ان شاء الله نكسب افريقيا الجايه والجايه والجايه ونخش 29 ونعمل شكل افضل ان شاء الله، والبطوله تلعب في مكان تاني غير امريكا عشان الجو يبقى احسن شويه. وانا اقول لك ان احنا الجو كان الدنيا مش حلوه، لان ماتش 12 الظهر ده كان صعب جدا جدا جدا، وده احد اسباب ان انديه البرازيل متالقه في البطوله. السلام عليكم.